بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه ميجيل، وبيكون بيحب الموسيقى جدا. لكن عيلته كانت مانعة أي حد يقرب من الموسيقى أو حتى من أي حد بيغني. والسبب يرجع للجدة الكبيرة إيميلدا، اللي جوزها سابها هي وبنتها كوكو ومشي عشان يحقق حلمه ويبقى موسيقي مشهور. وساعتها كان لازم الجدة تتصرف عشان تصرف على بنتها، وفعلا اتعلمت ازاي تصنع أحذية وقدرت تنجح، والمهنة دي اتورثت لكل العيلة وبقوا مشهورين بالحرفة دي. والجدة منعت أي حد من العيلة إن يكون ليه أي علاقة بالموسيقى، وماتت الجدة إيميلدا وبنتها كوكو كبرت، وميجيل ده يبقى حفيدها. وبتكون كوكو بتنسى دايما الحاجات، لكن ميجيل بيحب يتكلم معاها وبيحكي لها عن يومه. وبيكون عنده جدته التانية بنت الجدة كوكو، وهي بقى اللي بتدير البيت زي ما إيميلدا كانت ماشية بالظبط، بإنها بتمنعهم من كل أشكال الموسيقى. والعيلة كلها كان بالنسبة لها عادي ما عدا ميجيل اللي بيحب الموسيقى جدا، وبيكون متعلق بموسيقي كان بيغني زمان اسمه أرنستو، وكان أحسن مغني وأكتر واحد محبوب في تاريخ المكسيك. وبدأ مسيرته في الغنى من الصفر، وهو كمان اللي كان بيألف أغانيه بنفسه. وأكتر أغنية ميجيل بيحبها له اسمها افتكرني، كان بيغنيها يوم ما مات لما الجرس وقع عليه في الحفلة. وبيكون ميجيل نفسه يبقى زيه، لكن عيلته أكيد مش هتسمح. ولما بيحكي لواحد حكايته فبيقول إن في مسابقة موسيقى هتتعمل بمناسبة يوم الموتى، وإنه لازم يشارك فيها لو عايز يكون زي أرنستو. وبيديه الجيتار بتاعه عشان يسمع عزفه. لكن قبل ما ميجيل يلحق يعزف بتطب عليه جدته وبتضرب الراجل عشان كان بيعرف ميجيل على الموسيقى، وبتاخد الولد وبيروحوا. وهو بيقول لعيلته ان في مسابقة وهو عايز يشترك فيها، لكن بيتريقوا عليه لانه ما عندوش موهبة يقدمها. ده غير ان النهاردة يوم الموتى اللي بيجي مرة كل سنة، وانه لازم يقضيه مع العيلة، وان كل عيلتهم اللي ماتت بتيجي اليوم ده، وانهم بيحطوا صورتهم عشان روح الموتى تقدر تعدي من خلال الصور دي، ولو ما حطوهاش الروح مش هتقدر تعدي. واليوم ده بيتجمع شمل كل العيلة بجد، الحي والميت. وبعدها ميجيل بيروح لمكان بيكون حاطط فيه كل صور أرنستو، وبيشغل فيلم كان ممثل فيه، وفضل يعزف معاه بكل اندماج. وتأثر قوي بجملة أرنستو إن الواحد لازم يأمن بحلمه ويغتنم الفرصة. فبيقرر ميجيل إنه مش هيخبي موهبته تاني، وإنه هيعزف مهما كان. وبيخرج بالجيتار، لكن عيلته بتكون بره، فبيدخل وبيستخبى في المكان اللي فيه صور الموتى، وبيخبي الجيتار والكلب بتاعه دانتي تحت الترابيزة. وبيدخل عليه عيلته وبيقولوا له ان الوقت جه عشان يخلوه يصنع الاحذيه معاهم، لكن هو بيتضايق. وبعد ما بيخرجوا دانتي بياكل من الاكل اللي كان محطوط على الترابيزه، ولما ميجيل بيحاول يبعده صورة الجدة الكبيرة إيميلدا هي وعيلتها بتقع وبتتكسر. فبياخدها ميجيل وبيلاقي إنها كانت متطبقة، وإن جوز إيميلدا كان ماسك الجيتار بتاع أرنستو، فبيفهم إن جده كان أرنستو. وبيفرح قوي وبيروح وبيعرف عيلته وبيقول لهم إنه هيبقى موسيقي، لكن بيتعصبوا عليه وبيقولوا له إن هما ما يعرفوش حاجة عن الراجل ده، ومهما كان هو مين فهو ساب عيلته ومشي، ومش عايزينه يكون زيه. وبيكون عايز يسمعهم عزفه حتى، لكن مش بيدوه فرصة. وكمان جدته بتاخد منه جيتار وبتقوله انت عايز تكون زي الراجل ده اللي اتنسى ومش محطوط صورته على الترابيزه مع الباقي. فهو بيقول لها انه مش فارق معاه، فبتنصدم وبتكسر الجيتار. فبيزعل وبيجري وبيروح يحاول يستلف جيتار من اي حد عشان لازم يكون معاه الجيتار بتاعه عشان يشترك في المسابقه، لكن محدش بيديه. فبيروح قدام تمثال ارنستو وهو محبط، لكن بيقرا جملته الشهيره اغتنم فرصتك. وجت فكره في دماغه انه يسرق الجيتار بتاع ارنستو، وبيروح فعلا وبياخده وبيعزف. فالورد اللي كان في الارض طار، والناس اكتشفت ان الجيتار اتسرق وبيدخلوا. فبيخاف ميجيل وبيسيب الجيتار وبيحاول يتأسف، لكن في واحد بيعدي كده وميجيل بقى كأنه شفاف. فبيخاف ميجيل والناس كلها بتعدي عادي من فوقيه، فبيفضل يجري وهو مخضوض. فبيقع في حفرة وست بتطلعه، لكن بيكتشف انها هيكل عظمي، وشايف ناس كتير هيكل عظمية برضو، وهو كان خايف منهم جدا وهم خايفين منه برضو، لغاية ما بيشوف دانتي وبيكون شايفه عادي وبيفضل يجري، وميجيل يجري وراه لغاية ما بيخبط في واحد، والشخص ده بيعرف انه ميجيل. وبيجي ناس تانية وبيتضح ان هم عيلته اللي ماتوا اللي محطوط صورهم على الترابيزة. وبيجي عمامه وبيقولوا لبقية العيلة ان الجدة ايميلدا ما قدرتش تعدي لعالم البشر ومحبوسة في الجانب التاني، فبيجروا عشان يروحوا لها وبياخدوا ميجيل معاهم. وهم ماشيين ميجيل بيتفرج على العالم بتاعهم وبيلاقي مخلوقات غريبة، وهما بيقولوا له ان المخلوقات دي بترشدهم وبتساعدهم في عالمهم. وبيوصلوا لأرض الموتى وبيشوف ان الموتى عشان يطلعوا من ارضهم ويروحوا لأرض البشر لازم يكون صورتهم موجودة على ترابيزة في أرض البشر زي ما عيلته كانت بتقوله. وهنا بنشوف واحد عايز يدخل لأرض البشر، لكن محدش كان حاطط صورته، ولما حاول يهرب ويروح معرفش برضه
علشان الجسر اللي بينقله العالم البشر بالورد اللي عليه ما خلوش يعرف يمشي. ونرجع لميجيل وعيلته اللي بيدخلوا الارض الموتى تاني، وبيروحوا لإيميلدا اللي بتكون متعصبه على الموظفه اللي بتقول لها ان محدش حط صورتها. واول ما بتشوف ميجيل بتاخده الواحد عشان يعرفوا ايه اللي نقله لعالم الموتى كده. والراجل بيقول له انه اتلعن لانه سرق من حد ميت في يوم الموتى، وعشان يرجع لازم ياخد مباركه من حد من عيلته على الورده قبل طلوع الشمس عشان هيبتدي يتحول لهيكل عظمي. لكن ميجيل بيقول انه خد جدار جده، يعني ما تعتبرش سرقه. فبتتعصب إيميلدا عليه، وفي وسط الكلام بتعرف ان ميجيل هو اللي خد الصوره، عشان كده مش عارفه تنتقل لعالم البشر. فبتاخد ورده وبتقوله انها بتباركه انه يرجع البيت ويحط صورتها على الترابيزه وعمره ما يعزف موسيقى تاني. فبينصدم ميجيل، لكن بيكون عادي تقوله اي شرط ولازم ينفذه. فبيوافق، واول ما بيلمس الورقه بيرجع تاني، لكن مش بيسمع الكلام وبياخد الجيتار تاني. فبيلاقي نفسه ورجع لارض الموتى تاني. فبيقول لإيميلدا ان مش عادله تحكم على حياته، وبيروح يطلب من بقيه عيلته يباركوه هما، لكن محدش بيرضى. فإيميلدا بتقوله انه مش هيرجع غير بشروطها، وانها مش هتسمح له يعمل زي ما جوزها عمل. فبيسيبهم وبيجري عشان يروح يدور على جده ويطلب منه هو المباركه. فبتجري ورا عيلته وبيبلغوا الامن يدوروا عليه. وميجيل بيجري بيسمع واحد بيتكلم مع الامن وبيقوله يسيبه يعدي الكوبري، وهو يحجز له مكان في حفله ارنستو، وممكن يخليه يدخل الكواليس ويقابل ارنستو شخصيا عشان هو صاحبه. لكن الراجل مش بيوافق، فبيزعل وبيمشي. وبيروح له ميجيل، فبيخاف منه الراجل. فميجيل بيقوله انه محتاج مساعدته عشان يوصل لجده ارنستو عشان ياخد مباركته ويرجع لارض الاحياء تاني. فبيفرح الراجل اللي بيكون اسمه هيكتور، عشان كده ميجيل ممكن يساعده يروح لارض الاحياء. وفي الوقت ده عيلته كانت بتدور عليه، وإيميلدا جابت الكائن الروحي اللي بيساعدها عشان يلاقي ميجيل. ونرجع لهيكتور اللي بيحكي لميجيل القصة ان لازم حد يحط صورته في ارض الاحياء عشان يقدر يعدي الكوبري ويروح لهم. وبيقولوا انه هيساعده يوصل لجده، في المقابل هو هيديه صورته عشان يحطها في ارض الاحياء. لكن بيقولوا ان ارنستو صعب انه يوصل له، وبيسألوا اذا كان في حد تاني من عيلته موجود هنا بدل ارنستو، لكن هو بيقوله لا. وبعدها بيمشوا مع بعض. وهيكتور بيقول لميجيل ان ارنستو كل سنة بيعمل حفلة يعلن فيها عن انتهاء اليوم الموتى. وبيكون ميجيل فاكر ان هيكتور صاحب ارنستو، لكن هيكتور بيقوله لا، بس يعرف واحدة ممكن تدخله وبيروحوا لها، وبتكون بتشتغل في العرض. وهنا بيجري دانتي من ميجيل وهو بيجري وراه لغاية ما بيقابل واحدة اسمها فريدة، وبتكون هي المسؤولة عن تنظيم العرض بتاع ارنستو. فبيسألها ميجيل عن ارنستو، فبتقوله انه مش بيحضر تدريبات العرض، ودلوقتي هو عامل حفلة في البرج بتاعه. وبيجي هيكتور وميجيل بيقوله ان ارنستو مش هنا. فبيسألوا واحد عن الحفلة، فبيقول لهم ان محدش هيقدر يدخل من غير دعوة. وهما بيتكلموا ميجيل بيقول انه موسيقي، فالراجل قال لهم ان في مسابقة معمولة واللي هيكسب فيها هيعزف في الحفلة. فبيقرر ميجيل انه يشترك، وبعدها بيروحوا المكان بيتجمع فيه كل الناس اللي محدش بيحط صورتهم، وبيكونوا قاعدين مع بعض. وبيطلعوا لصاحب هيكتور وبيطلبوا منه جيتار، وبيكون الراجل بيبتدي يتلاشى عشان محدش فاكره، وبيطلب من هيكتور انه يعزف له حاجة عشان يديه جيتار. فبيوافق هيكتور مع انه كان بطل يعزف خالص، وبيعزف له اغنيته المفضلة. ولما بيخلص صاحبه بيشكره وبيتلاشى. فبيسألوا ميجيل عن اللي حصل له، فبيقولوا ان الاموات اللي اهلهم بينسوهم ما بيكونش حد خلاص فاكرهم بيتلاشوا، وهما مش عارفين بيروحوا فين. فميجيل بيقوله انه لما هيرجع لارض الاحياء هيفتكره، لكن هيكتور بيقوله ان لازم اللي يفتكره حد من عيلته، ويفضل يحكي عن قصصه لغيره. وبعدها بيمشوا وبيروحوا المسابقة، وبيكون ميجيل متوتر. فبيسألوا هيكتور اذا كان دايما بيتوتر كده قبل العروض، لكن هو بيقوله ان اول مرة يعزف عرض. فبينصدم هيكتور وبيقوله انه قال انه موسيقي، وبيقوله ان هو اللي هيطلع يغني على المسرح. لكن ميجيل مش بيوافق عشان لو ما قدرش يطلع يغني مش هيقدر يقول على نفسه موسيقي تاني، وانه لازم يستحق مباركة ارنستو. فبيوافق هيكتور وبيديه نصايح عشان ما يبقاش متوتر على المسرح. وبيجي دورهم وبيطلع ميجيل يغني، وبعدها دانتي بيطلع هيكتور مع ميجيل وبيغنوا هما الاتنين، والناس بتكون مستمتعة قوي بالعرض. وهنا بتوصل عيلته المكان وبتكون بتدور عليه. ولما بيخلصوا غنى ميجيل بيشوفهم وبياخد هيكتور من على المسرح وبيجري بيه، لكن هيكتور بيسمع في الميكروفون انهم بيدوروا على ولد عايش اسمه ميجيل. عيلته بتدور عليه عشان ترجعه لارض الاحياء تاني. فبتعصب على ميجيل عشان كدب عليه وقال له ان ارنستو هو الشخص الوحيد اللي من عيلته هنا، وكان ممكن يخلي حد من عيلته التانية يديه المباركة بدل ما يدوروا على حد، وان مفيش وقت على ان يوم الموتى يخلص وهو محتاجه يحط صورته. لكن ميجيل بيقوله ان هم بيكرهوا الموسيقى. فهيكتور بيقوله انه مش هيضيع فرصته الوحيدة في انه يعدي الجسر عشان هو عايز يعيش خيال موسيقي غبي، وبيحاول ياخده لعيلته. لكن ميجيل بيقوله انه مش عايز يساعده ومش مهتم غير بنفسه، وبيرميله صورته وبيمشي. لكن عيلته بتشوفه وبتجري وراه
وبتقوله انها بتحاول تنقذ حياته، لكن هو بيقول لها ان بتبوظ حياته عشان الموسيقى هي الحاجة الوحيدة اللي بتبسطه، وانها عايزة تاخدها منه. فبتغني له وبتقوله انها بتحب الموسيقى، وهي كانت بتغني وجوزها كان بيعزف. ولما خلفوا كوكو هي كانت عايزة الاستقرار لان بنتها اهم من الموسيقى، لكن جوزها كان عايز يعزف للعالم. وبتقوله انه لازم يختار، لكن هو بيقول لها انه مش هيختار وانها لازم تدعمه عشان العيلة بتدعم بعضها. وبيسيبها وبيمشي وبيروح الحفلة وبيكون عايز يدخل، فبيروح للفرقة اللي فازت في المسابقة وبيقول لهم يساعدوه، وبيساعدوه فعلا وبيدخلوه. وبيروح يدور على أرنستو لكن مش بيعرف يوصله من الزحمة، فبيقرر يعزف عشان يلفت انتباهه وبيغني وبيمشي، والناس بتفضل توسع له. وبيقرب من أرنستو لكن بيقع في البسين، فبينزل ورا أرنستو وبيطلعه، فبيتمسح المكياج. وميجيل بيقوله ان هو جده ومحتاج ياخد مباركته عشان يرجع تاني، وعيلته كلها مش بتحب الموسيقى. فبيفرح أرنستو بيقول للناس ان هو عنده حفيد، وبيفرح ميجيل جدا. ونرجع لهيكتور اللي بيتنكر وبيعرف يدخل الحفلة، وبيكون ميجيل وأرنستو بيتكلموا عن الهدايا الكتير اللي الناس بعتتها له. فميجيل بيسأله إذا كان ندم إنه ساب عيلته عشان الموسيقى، فأرنستو بيقوله إنه كان صعب لكن ما كانش فيه طريقة تانية، وقال له إن هو كمان مقدر ليه إنه يكون موسيقي، وإنهم مش محتاجين عيلة واحدة بس عشان العالم ده كله يعتبر عيلتهم. وبيودعوا بعض عشان بيكون هيديه مباركته، لكن بيدخل عليهم هيكتور وبيقول لميجيل إنه وعده إنه هياخد صورته معاه، وبيطلع الصورة. فبياخدها أرنستو وبيقوله إنه بيتنسي، فهيكتور بيقوله إنه بيتنسي عشان هو ما قالش للناس إن الأغاني اللي بيغنيها دي هو اللي كتبها ونسبها لنفسه. وبيقوله إنه مش جاي يتخانق، هو بس عايز ميجيل ياخد صورته ويعلقها عشان يقدر يعدي الكوبري ويشوف بنته. وقال له إنه فاكر اليوم اللي مات فيه لما هو قال له إنه ممكن يعمل أي حاجة عشانه، وهو دلوقتي بيطلب منه. فميجيل بيقوله إن الكلام ده اتقال بالظبط في فيلم أرنستو، وساعتها في واحد سمم التاني. فبيفتكر هيكتور اليوم اللي مات فيه، وحكى إن هما كانوا بيعملوا عروض لشهور، لكن هو عيلته وحشته، فخد كل الأغاني اللي كتبها وقرر إنه يرجع لعيلته. لكن أرنستو بيكون مش موافق إن هيكتور يمشي عشان مش هينجح من غير الأغاني اللي بيكتبها. فأرنستو بيقول له إن هما يشربوا مع بعض آخر مرة، وبعدها وهما ماشيين لمحطة القطر مات. وبعد ما حكى اكتشف هيكتور إن أرنستو سممه، وبيروحوا بيضربوا. فبتيجي الحراس وبتاخده وبتخرجه بره. وبعدها أرنستو بيقول لميجيل إنه مش عايزه يفتكر إنه قتل هيكتور عشان أغانيه، لكن ميجيل بيقوله إن الناس كلها عارفة إنه شخص كويس وبيطلب منه يباركه. لكن أرنستو بينادي الحراس وبيجوا وبياخدوا ميجيل، فميجيل بيقوله إنه من عيلته، لكن أرنستو قال له إن النجاح مش بيجي بالمجان، وإن هيكتور كان صاحبه المقرب. والحراس بترمي ميجيل في كهف، وبيلاقي هيكتور هناك وبيحضنه وبيقوله إنه كان معاه حق لما قاله يروح مع عيلته. وفجأة هيكتور بيضعف وبيحس إنه بيتلاشى، وبيقول لميجيل إن بنته كوكو ابتدت تنساه، وإنه عايز يروح يقول لها إنه كان بيحاول يرجع لهم. فميجيل أول ما بيسمع اسم كوكو بيطلع صورة جدته وجده وبنتهم كوكو، وبيديها لهيكتور وبيسأله إذا كان هو اللي في الصورة. فهما الاتنين بيقولوا إن هما كده عيلة واحدة. فهيكتور بيقول إنه كان نفسه يشوف بنته في عالم الأحياء، وده ما حصلش، وحتى لو استنى يقابلها في عالم الأموات مش هيعرف برضه عشان هي الحية الوحيدة اللي لسه فاكراه، وبمجرد ما هتموت هو هيتلاشى وكده مش هيعرف يشوفها أبدا. وبيغني أغنية كان بيغنيها لها دايما. فميجيل بيقول إن أرنستو سرق الجيتار بتاعه وسرق كمان أغانيه، وإن العالم لازم يفتكره هو مش أرنستو، وبيقوله إنه فخور إنه من عيلته. فبتيجي عيلته وبيطلعوهم من الكهف، وبعدها إيميلدا بتتعصب على هيكتور وبتقوله يبعد عنها وعن عيلتها، وهي كل ده بتحاول تحميهم منه. لكن ميجيل بيقول لها إنه كان بيحاول يساعده يرجع لهم، وقال له إن مفيش حاجة أهم من العيلة، لكن هو اللي مسمعش كلامه. ودلوقتي هو موافق يقبل شروطها ويرجع لأرض الأحياء، لكن لازم الأول يلاقي أرنستو عشان ياخد منه صورة هيكتور وياخدها معاه عشان هيكتور جزء من العيلة وما ينفعش يتنسي، وإن أرنستو قتله لما حاول يرجع للعيلة. لكن إيميلدا مش بتسامحه عشان برضه هو سابها لوحدها هي وبنتها، لكن بتقرر تساعدهم وبيروحوا للحفلة وبيستعينوا بفريدة عشان يدخلوا، وبيدخلوا فعلا وبيلاقوا أرنستو، وإيميلدا بتضربه عشان قتل جوزها وحاول يقتل حفيدها ميجيل. فبيجري والعيلة كلها بتجري وراه، وبتعرف إيميلدا تاخد الصورة منه فعلا. لكن فجأة المكان اللي كانت واقفة عليه بيطلع لفوق، وبتلاقي نفسها واقفة على المسرح والجمهور قاعد قدامها، وبيكون الحراس طالعين ليها. فميجيل بيقول لها تغني وبيدي هيكتور جيتار، فبتغني فعلا وهيكتور بيعزف لها وبينبسط الجمهور جدا. وبعدها بتروح وبتدي الصورة لميجيل وبتكون هتديه المباركة، ومش بتقوله يبطل غنى، لكن بتقوله ما ينساش حب عيلته ليه أبدا. فبيفرح ميجيل، لكن بيجي أرنستو بياخد ميجيل، فالعيلة بتسجله من غير ما ياخد باله، والجمهور كله بيشوف اللي بيحصل. وأرنستو بيقول لهم إنه مش هيسمح لميجيل يرجع عالم الأحياء بصورة هيكتور،
وإنه أحسن موسيقي. لكن ميجيل بيقوله إن هيكتور هو الموسيقي الحقيقي اللي هو سرق شغله وقتله. فأرنستو بيقول إنه ممكن يعمل أي حاجة عشان ياخد الفرصة، وبيرمي ميجيل من فوق. فبينصدم الجمهور من اللي شافه. لكن بيجي الكائن اللي بيساعد الموتى بتاع إيميل ده وبينقذ ميجيل. لكن صورة هيكتور بتقع في المية، وبيروح لأرنستو اللي بيطلع على المسرح وبيحاول يغني، لكن محدش بيكون طايقه من اللي شافوه. والطائر بيروح وبيمسكه وبيرميه، والجرس بيقع عليه، والناس كلها بتفرح. وبيرجع ميجيل لعيلته، وبيكون هيكتور بيتلاشى، وبيعيط ميجيل لأنه مش عارف يعلق صورته. فهيكتور بيقوله ما يزعلش، وبيديه مباركته من غير شروط. فميجيل بيوعده انه مش هيخلي كوكو تنساه، وبيرجع تاني لأرض الأحياء، وبياخد الجيتار وبيجري وبيروح لكوكو، وبيحاول يفكرها بهيكتور باباها، لكن هي مش بتفتكر. وبتدخل عيلته عليه، فبياخد ميجيل الجيتار وبيعزف لها الأغنية اللي كان هيكتور دايما بيعزفها لها، وبتفتكرها كوكو وبتغني معاه. وبتتأثر العيلة كلها من اللي شايفاه. وميجيل بيقول لها ان باباها كان بيحبها، فهي بتوريه الصورة بتاعته اللي كانت مقطوعة من الصورة الأصلية، وهي كانت محتفظة بيها. وبعد سنة بيعرف الناس كلها قصة هيكتور وأرنستو، وبتموت كوكو وبتتعلق صورتها مع باقي العيلة. وفي يوم الموتى هيكتور بتكون صورته متعلقة، وبيعدي هو وأميلدا وكوكو وبقية العيلة لعالم الأحياء مع بعض، وبيروحوا لعيلتهم الحية، وبيكون ميجيل بيغني والعيلة مستمتعة والموتى كمان مبسوطين معاهم. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الفيلم الجاي.